يلا بينا نعمل احلى واطعم فوكاتشا. ممكن تعملوها، هي اكله ايطاليان طعمها حلو جدا جدا وبتتاكل حاف كده من غير حاجه. يلا بينا على المقادير. عايزين 3/4 كوبايه ميه، عليهم معلقه سكر ومعلقه خميره صغيرين، نقلبهم كويس ونسيب الميه تخمر لمده 10 دقايق. بعد كده هنحتاج كوبايتين دقيق، عليهم رشه ملح، ونقلبهم كويس. وبعد كده نزود عليهم الميه، ومعلقه كبيره زيت زيتون. نقلب بقى كله مع بعضه كويس. هي مش محتاجة لا عجن ولا حاجة، هي بالمعلقة هتلاقوها اتعجنت ودابت وكله تمام. هنقلبها كويس، وده حلاوتها بقى انها مش محتاجة على عجن ولا تعب ولا مجهود. هي بالمعلقة هنقلب وهي هتدوب مع نفسها. هنحتاج في الاخر معلقة زيت زيتون زيادة، ونسيبها بقى تخمر من نص ساعة ل48 ساعة. انا بفضل اسيبها تخمر ساعة ونص، ده بتطلع معايا النتيجة بيرفكت. وبعد كده بعد اول تخميره هبدا اغمس المعلقه بتاعتي في زيت الزيتون، واجيب العجينه من بره لجوه بالشكل ده، من بره لجوه من بره لجوه. كم مره نعمل الحركه دي؟ من 40 ل 45 مره. وما تكتروش عشان الهواء ما يخرجش كله منها، يعني ما تكتروش عن كده عشان الهواء ما يخرجش منها والعجينه تلكم في الاخر. بعد كده في صينيه مدهونه زيت زيتون كتير، احنا كل ما نديها زيت زيتون كل ما هتدينا طعم احلى. ندهن الصينيه كويس بزيت الزيتون، بعدين نحط فيها العجينه ونبدا نفردها بالشكل ده. وبعدين انا هحط بقى عليها اللي احنا عايزينه من فوق. ممكن زيتون وتشيري توماتو زي اللي انا حطاهم، ممكن تحط عليها زعتر، ممكن تحط عليها ترنشات فلفل، ترنشات بصل، وتروحوا مدخلينها في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 25 دقيقة. وبعدين هتطلع لكم من الفرن كرانشي قوي من بره ومن جوه طرية جدا، وهتعجبكم قوي قوي الوصفة دي، انا بحبها جدا. وحاولوا بقى تحفظوا الوصفة دي عشان هنعملها الفترة اللي جاية كتير. ما تنسوش بقى لما تجربوها تقولوا لي ايه رأيكم فيها، وتنسوش تعملوا لنا سبسكرايب.